يا هلا بيك يا صديقي، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير وفي احسن حال. تعالى نخش في الموضوع على طول عشان ما نضيعش وقت. عارف السؤال ده بيلف في دماغ ملايين البشر كل يوم، ليه بنفشل؟ وليه 90% من الناس بيقفوا في نص الطريق واهدافهم بتموت قدام عينيهم؟ الاجابة مش في قلة الامكانيات ولا في الحظ، الاجابة جوانا احنا، في الطريقة اللي بنفكر بيها واللي بنتعامل بيها مع السعي. فخلينا نغوص مع بعض في رحلة نفهم فيها السر ده، لأنك لو فهمت السبب هتبقى خطيت أول خطوة عشان تكون من 10% الناجحين. وأول سبب وأخطر سبب هو غياب الوضوح والنية الحقيقية. تلاقي الواحد مننا بيقول نفسي أبقى غني أو عايز أنجح. دي حاجة اسمها أمنيات مش أهداف. الأمنية كلمة عايمة، لكن الهدف خطة واضحة ومحددة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا إن كل حركة وكل سعي لازم يكون وراه نية وهدف واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني من غير نية واضحة ومحددة وموجهة، عملك ملوش واجهة وهيتفرفط في الهوا، يطير في الهوا. والناس بتفشل عشان بتبدأ من غير ما تحدد. وتاني سبب معانا هو وهم الشغف والاعتماد على الحماس المؤقت. ياه على الحماس! أول ما بنقرر نعمل حاجة، أول حاجة نعملها بنبقى عايزين نهد الجبال، عايزين نهد الدنيا. وبنسمع فيديو تحفيزي فبنحس إيه؟ إن إحنا هنطير. بس أنا عايز أقولك يا صديقي، بس الحماس ده زي عود الكبريت، بيولع بسرعة وبيطفي في ثواني. الناجحين ما بيعتمدوش على الحماس، بيعتمدوا على الالتزام والانضباط الذاتي. يعني بتشتغل وتجتهد حتى لو ملكش نفس، حتى لو صاحي مش قادر، لأن السعي الحقيقي بيبان لما الحماس يختفي. وهنا بيجي تالت سبب، وهو الاستعجال وغياب الصبر. احنا عايشين في عصر السرعة، زي ما بيقولوا عصر الدليفري والوجبات السريعة، وعايزين النتائج تظهر بين يوم وليلة. تروح الجيم يومين وعايز عضلاتك تطلع، تذاكر ليلتين وعايز تقفل الامتحان، تقرأ صفحتين وعايز تبقى حكيم. ولما النتيجة تتأخر اليأس يدخل قلبك فتقول مفيش فايدة وتنسحب. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الصبر في كل آية. بيقول في كتابه الكريم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا الله! لو استشعرت الآية دي وانت بتسعى وبتتعب، هتعرف ان كل سهر متشاف ومكتوب، وان النتيجة هتيجي في وقتها الصح. من الأسباب القاتلة كمان هي الخوف من الفشل والخوف من كلام الناس. والخوف من كلام الناس حط تحتها مليون خط. تلاقي الشخص جواه فكرة عبقرية أو هدف عظيم، بس تلاقيه مرعوب. طب لو فشلت شكلي هيبقى ايه؟ طب الناس هتقول عليا ايه؟ الخوف ده بيكتف الإيدين ويشل الحركة، فتفضل واقف في مكانك والزمن بيجري بيك. والناجحين مش هما الناس اللي ما بيخافوش، لا، هما الناس اللي بيخافوا بس بيمشوا برضه، والخوف في جيبهم. بيتحركوا عشان عارفين إن الفشل مش نهاية العالم. الفشل هو مجرد درس بيعلمك إزاي تعمل الحاجة صح المرة الجاية. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوكل ومحاربة العجز والكسل لما قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلمة ولا تعجز دي كبسولة سحرية، يعني اوعى تستسلم، اوعى تخلي الخوف يقعدك، اتحرك واستعين بالقوي. وخامس سبب بيموت الأهداف هو التسويف والمماطلة. المرض اللي مصاب بيه أغلب البشر: هبدأ من يوم السبت، هبدأ من أول الشهر، لما الجو يتعدل. والتسويف ده هو المقبرة اللي دفن فيها مليار حلم. العمر بيعدي فيه هبدأ وانت واقف مكانك، والعمر ده أمانة ورصيد ما بيستناش حد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من تضييع الوقت والفرص، وقال: نعمتان مغبون فيهما
كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني معاك صحة ومعاك وقت ومش بتستغلهم، انت كده بتخسر أغلى ما تملك. وسادس سبب هو البيئة المحبطة والصحبة السلبية. عايز أقولك يا صديقي، ما تنكرش إنك بتتأثر باللي حواليك. لو أنت محاوط نفسك بناس مأنتخة، ناس كل كلامها شكوى وحظ سيء وطاقتهم سلبية، هتاخد من طاقتهم وهتكسل زيهم. بس لكن لو حواليك ناس بتعافر وبتسعى، هتتحمس وتتحرك. المرء على دين خليله، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار اللي يشد ايدك لفوق، مش اللي يسحبك لتحت. وسابع سبب هو التشتت وعدم التركيز. تلاقي الواحد فاتح 100 مشروع في نفس الوقت، عايز يتعلم برمجة وتصميم ولغات ويمارس رياضة ويقرأ كتب، كله مع بعضه. فالنتيجة ايه؟ ما بيعملش اي حاجة بكفاءة، وبيتشتت ويضيع. ركز في حاجة واحدة، اديها وقتها ومجهودك، ولما تخلصها انقل على اللي بعدها. وتامن سبب وأهمهم هو ضعف اليقين والتوكل على الله. بتلاقي الناس بتعتمد على أسبابها وبس، ولما الأسباب تضيق بيهم ييأسوا. بينسوا إن في رب كريم، رب المعجزات، رب بيقول للشكل كن فيكون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي، والأغلبنا بيسمع الحديث ده: أنا عندي ظن عبدي بي. فلو ظنك في ربنا إنه هيكرمك ويوفقك وهيوصلك، والله هيوصلك وهيفتح لك الأبواب المقفولة. وتاسع سبب هو عدم الاستمرارية. الناس بتفتكر إن النجاح ضربة حظ أو قفزة واحدة كبيرة. لا، النجاح هو خطوات صغيرة بسيطة بس بتتعمل كل يوم بانتظام. نقطة المية الضعيفة لو فضلت تنزل على صخرة صلبة كل يوم في نفس المكان، هتحفر فيها، مش بقوة النقطة بس بالاستمرارية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. شفت العظمة؟ قليل دائم خير من كثير منقطع. وعاشر سبب هو غياب المرونة. تلاقي الشخص راسم خطة في دماغه، ولما يقابله مطب في الحياة أو الظروف تتغير يكتئب ويقعد. لازم تكون مرن. لو الطريق اتقفل غير الطريق بس ما تغيرش الهدف. الحياة مش هتمشي على مزاجك، الحياة هتمتحنك وتشوفك بتستحق الهدف ده ولا لا. وفي النهاية يا صديقي، أنا عايز أقولك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني مفيش تعب هيروح في الأرض، ومفيش سعي هيضيع. 90% من الناس بيفشلوا عشان بيقفوا قبل خط النهاية بخطوة واحدة، لأنهم بيملوا وبيستسلموا للظروف والكسل. فما تكونش منهم. فوق واصحى وجدد نيتك وخلي عندك يقين في الله، وابدأ خطوة صغيرة من دلوقتي. 1000 ميل بيبدأ بخطوة، والسعي عليك والنتيجة على رب العالمين. فشد حيلك وقوم عافر، حلمك يستاهل. وبكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة. فعايز أقولك يا صديقي، فما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت أول مرة تنورني في القناة، فما تنساش سبسكرايبك الجميل. وعايزين نوصل الفيديو ده 500 لايك بس. وأشوفكم في الفيديو الجاي. ولو استفدت من الفيديو ده حاجة، فاكتب لي في الكومنت استفدت إيه وإيه السبب اللي خلاك يأثر فيك. وأشوفكم في الفيديو الجاي. كان معاكم إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.